عارف ان في اكتشاف قلب الدنيا حرفيا؟ حاجه اسمها عوامل يامانكا، 4 مفاتيح بيشغلوا ويطفوا الجينات جوه الخلايا، اللي خلى العالم شينيا يامانكا ياخد جايزه نوبل. طيب العلم ده بيقول ايه؟ انك تقدر ترجع اي خليه في جسمك لحالتها الاولى زي ما تكون مولوده من جديد، وده اللي بيسموه الخلايا الجذعيه المستحثه عاليه القدره. ايه الاسم ده؟ والله اسمه IPSCS، ده اختصاره. يعني ببساطه نقدر نرجع الخلايا لشبابها وتبقى جاهزه تكون اي حاجه: قلب، كبد، مخ، جلد، اللي يخطر على بالك. ده اوحش حد شافته عيني. على الطلاق انت اوحش واحد شفته عينيا. تخيل تاخد شويه خلايا جلد وتعمل لها اعاده برمجه ترجع تبقى شبه الخلايا الجنينيه، ومنها تبني اعضاء جديده زي فيلم بنجامين بوتون بس علم بجد. وقريب جدا العمليات اللي بنعملها النهارده زي تغيير مفصل او زرع قلب او كلى هتبقى تاريخ قديم. لو مهتم تعرف اكتر، لايك، فولو وشير، وتابعنا على الصفحه، والاهم من ده خليك متزن.